لما تحبي تعملي حاجة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تكون مميزة كمان والكل يسألك عليها، يلا بينا على الوصفة بتاعت النهاردة. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهاتي نص كيلو من الكنافة، بتقطعيه قطع صغيرة خالص، ممكن تجيبيه تحطيه في الفريزر شوية وتطلعيه يبقى سهل معاكي في التقطيع قوي. بنزل عليه بأربع معالق كبار من السكر البودر، مهم جدا أغلف السكر البودر بالشكل ده. وبعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من السمنة، طبعا يفضل سمن بلدي، بس اي نوع سمنه انت بتحبيه او بتفضليه مش هيقولك لا. هقلبها حلوه قوي واغلفها حلوه قوي قوي قوي، كل الكنافه عندي تبقى شاربه من السمنه بتاعتي. هكون مجهزه جنب صينيه مقاس 30، هبدا ان انا اديها مسحه طبعا بالسمنه، وهنزل بالكنافه بتاعتي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى اضغط عليها كده واسويها في الصينيه وادخلها فرن على درجه حراره 180. اخدت معايا تقريبا من 20 ل 25 دقيقه. واول لما بتطلع بسقيها بالشربات التقيل اللي كلنا عارفينه. ولو محتاجين مقادير الشربات اكتبوا لي في الكومنتات وانا هسيب لكم المقادير. بعد كده بسيبها بقى اركنها على جنب، انا عايزاها تكون بارده عندي تماما. وهبدا اجيب الحله بتاعتي وندخل بقى على الخطوه التانية. هبدا اجيب الحله هنزل فيها بلتر من اللبن الحليب، عليه معلقتين كبار نشا وثلاث معالق كبار من الدقيق. الدقيق بيفرق جدا معاكي في الطعم، بتبقى كريميه وطعمها يجنن. وهنزل كمان بثلاث معالق كبار من السكر، او السكر بقى حسب الرغبه زي ما تحبي. ومعلقه كبيره او معلقتين من الكريم شانتيه لو موجود عندك بيعزز الطعم، مش موجود خلاص. وعندي رشه من الفانيليا. هقلب كل المكونات دي كده على البارد، برفعها على النار. اول ما تبدا تتقل معايا وتعمل بابلز كده وقوامها يتقل معايا، برفعها من على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا انزل بيها على طول على صينيه الكنافه بتاعتي اللي بتكون بردت تماما، عشان احافظ على قرمشه الكنافه وتفضل معايا كريسبي من اول قطعه لغايه اخر قطعه. بسويها بسرعه لان الوش بيمسك معايا على طول بتاع الكريمه. وهسيبها معايا 5 دقايق بس الوش يشد معايا ويعمل الطبقه اللي بتبقى مسكت على الوش دي. وعندي بقى معلقه سمنه كده وهدهن الوش بيها، وهدخلها تحت الشوايه مباشره، يعني اقرب رف للشوايه. بدخلها تحت الشوايه 5 دقايق بالظبط، بتطلع معايا بالشكل التحفه اللي يجنن ده. بسيبها تبرد معايا واقدم احلى صينيه كنافه تجنن. الفيديو ده حفظيه عندك علشان هتوزيه في رمضان ان شاء الله. طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الباب زي ما بيقولوا. فنبدا بقى نحتفظ بالوصفات الحلوه دي، سهله وبسيطه، شيك قوي في التقديم. وانسي بقى ده كله، طعمها يجنن، طعمها حلو جدا جدا. جربيها هتعجبك، وصفه سهله وبسيطه. لو لسه مبتدئه هتعمليها بكل سهوله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.